نتكلم. انا مصري مقيم بباريس، وجيت اليوم هنا في بروكسل عشان اناصر القضيه المصريه اللي هي قضيه كل العرب، قضيه كل الشعوب العربيه، مش قضيه فريق واحد لا سلفي ولا اخواني ولا مصري. بنتكلم على الشرعيه الدستوريه اللي اسقطها السيسي، السيسي ولع في البلد. كان اولى السيسي يحتكم انتخابات برلمانيه ثم بعد ذلك نحتكم الى الصندوق. في هذا الوقت ما كانش حد هيخرج في الميادين وبقول للسيسي يا سيسي ولعت البلد نار، اخرج سالم الان احسن ما تخرج متكسر ومتدغدغ. الشعب المصري مش هيرحمك، الشعوب المصريه فهمت القضيه وخيانتك يا سيسي وعملتك للامريكان، وان شاء الله الشعب المصري منصور، والرئيس الشرعي محمد مرسي رئيس كل المصريين المنتخب راجع لمصر. وتحيا مصر وتحيا الامه العربيه، تحيا مصر وتحيا الامه العربيه. انت يا اخوان؟ لا سلفي ولا سلفي، انا راجل مصري معتدل مسلم، بحب المسيحي، بحب كل انسان مسالم على ارض مصر. لو معايا يهودي على ارض مصر هو اخويا زي ما قال ديننا واسلامنا. لا انتمي الى فصيل معين بل انتمي الى مصريتي وعروبتي. نفسك فين البلد؟ نفسي يا بلد اتمتع فيكي، اتهنى، ازرع اراضيكي، ازرع اصنع انتج فيكي كل ما ينفع ليا وليكي. ساعتها يا بلد الخير هيعم وتزيد الفرحه وطول العمر، ويعود شبابنا لبلادنا ويزيد انتاجنا وخيرنا يعم. والشاب بيفرح في شبابه لما يترعرع في بلاده ويشرب منها الحنيه ويلاقي وظيفه وصبيه ويتجوز من خير انتاجه. ونقول للعالم والدنيا خلاص هننعم في بلادنا، وكفايه مذله ومهانه في بلاد غرقانه وتعبانه، غرقانه في عري وفساد ومجون على الباب والشباك. بلدنا يا سيسي امينه وغاليه ولازمها الهمه العاليه وهتسقط، والنصر للشهداء والنصر للمخلصين والنصر للثوار.